الفقاعة العقارية والكلام العلمي بقى. طيب كل الناس دلوقتي متخوفة من الفقاعة العقارية، ليه؟ لأن دلوقتي بقى في شركات كتير ومشاريع أكتر. طيب الكلام العلمي بيقول إيه؟ إن هل فعلا بقى في فقاعة بعيدا عن أي آراء شخصية أو أي قناعات شخصية؟ أنا هتكلم النهاردة كلام علمي من الكوميونتي ميديسن، طب المجتمع. طيب احنا دلوقتي عندنا هنا في مصر في اوفر بوبيوليشن، عندنا كثافه سكنيه عاليه جدا جدا، وعندنا رابيد بوبيوليشن جروس، يعني زياده سكنيه بتحصل بشكل كبير. وكمان في unbalanced geographical distribution. احنا كل الكثافه اللي موجوده في مصر دي على 5% بس من مساحه مصر. يعني احنا باكتوبر، بزايد، بالساحل، بالدلتا، بالكلام ده كله احنا 5% من مساحه مصر. فمهما اقترح من مشاريع هي برضه لسه في نطاق ال 5%. احنا عندنا الكثافه السكنيه بتزيد كل سنه بمعدل 2 مليون نسمه، يعني احنا في خلال 10 سنين هنبقى 20 مليون زياده على العدد بتاعنا. لو احنا النهارده 120 مليون، بعد 10 سنين هنبقى 140 مليون، بعد 20 سنه هنبقى 160 مليون. فاحنا طبعا مهما اقترح من مشاريع، مهما توسعنا، احنا يعني مش هنقدر ان احنا هيبقى في حته ان انا عندي يونت ومش عارف ابيعها. طيب اقرب مثال ان احنا من سنوات قريبه جدا كانت مدينه نصر دي بالنسبه لنا صحراء، كانت التجمع بالنسبه لنا يعني انت كانوا بيتريقوا انت هتروحها بالجمل. دلوقتي تعالى انزل شارع ال90 وانزل مدينه نصر، شوف الترافيك هناك عامل ازاي والكثافه عامله ازاي. طيب كمان في نقطه مهمه قوي، ان مصر بلد شابه. انا بعرف منين ان البلد دي شابه ولا مش شابه؟ عندي معدلين بقيس بيهم. اول حاجه بشوف نسبه الناس الكبيره او الناس العواجيز او اللي اعمارهم كبيره. لو نسبتهم 6% فيما اقل، البلد دي تبقى شابه. احنا عندنا في مصر نسبه الناس الكبيره او الناس العواجيز اللي اعمارهم فوق ال 75 سنه 1.4، 1.4. فدي نسبه يعني اقل من 6% بكتير جدا. فاحنا ايه؟ لو جبنا المقياس ده احنا دوله شابه. طيب ممكن اقيسها بالمقياس الثاني، بشوف عدد الشباب. لو عدد الشباب 30% فيما فوق، انت بلد شابه. احنا 34% شباب. الشباب دي تبقى اعمارهم من 15 سنه ل 50 سنه. فانا عندي شباب بشكل كبير جدا، وعندي عدد العواجيز اقل، فعندي حركه كويسه. فاحنا قبل ما نسمع لحد بيقول فقاعه او ياثر على قرارنا في موضوع الشراء، لا، خلينا الاول ندرس ونشوف الكلام الصح، الكلام العلمي، هل هو فعلا ده بيتكلم صح ولا هو بيقول اي كلام وخلاص عشان قناعات شخصيه. لا، احنا عندنا كثافه سكنيه عاليه، عندنا زياده سكانيه كل سنه، فالموضوع ده مستحيل يحصل في مصر.